فاكرين الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن البحث عن الحياة في الفضاء؟ وقلنا إن العلماء بيدوروا عن المية جوه المجموعة الشمسية وخارج المجموعة الشمسية؟ طب إزاي يدوروا على المية خارج المجموعة الشمسية؟ العلماء قالوا لو إحنا عرفنا ندور على كواكب في مجموعات شمسية خارج نطاق المجموعة الشمسية بتاعتنا، ممكن نكتشف هل هو صالح إن هو يحتفظ بالمية بشكل سائل ولا لأ. طب إزاي عملوا كده؟ طلعوا مهمة في الفضاء أو تلسكوب في الفضاء اسمه كابلر. كابلر بيصور نفس المنطقة في الفضاء فيها تقريبا آلاف النجوم. وظيفته إن هو يراقب التغيرات في الضوء الناتج من النجوم دي. إزاي؟ هفترض افتراض لو أنا ما بين الأرض والنجم ده في كوكب بيدور حوالين النجم، ففي لحظة ما الكوكب ده هيحجب جزء من نور الصادر من النجم، وبالتالي لو عرفت ان انا اراقب الضوء الصادر من النجم باستمرار ممكن اكتشف ان بسبب مرور الكوكب قدام النجم الضوء بتاع النجم بيقل. الفترة اللي بيقلها دي معناها الكوكب لسه بيلف حوالين النجم، فاقدر استنتج منها سرعة دوران الكوكب، وممكن استنتج منها التردد اللي بيدور بيه، وبالتالي اقدر اعرف طول السنة اللي الكوكب ده بيستغرقه عشان يلف حوالين النجم بتاعه. طبعا في وسائل كتيرة جدا ان انا اقدر اطلع خصائص الكواكب دي. حتى هذه اللحظة العلماء اكتشفوا 750 كوكب في مجموعات شمسية خارج نطاق المجموعة الشمسية بتاعنا. الظريف في الموضوع ان كل نتائج الرحلة او التلسكوب بتاع كابلر منشورة على الانترنت. لو انت عايز تشارك العلماء الاكتشاف خش على الويب سايت ده وتساعدهم في تحليل البيانات اللي جاية من التلسكوب.